مصر أم الدنيا. مصر أم الدنيا، الكل ينتمي ليها، احنا ما ننتميش لحد. الإرهابي صفوت حجازي طلع يقول القدس، طبعا احنا كلنا مسلمين ومسيحيين بنحترم القدس، لكن مش القدس عاصمة مصر. مصر أم الدنيا، هي عاصمة العالم كله، مش عاصمة العالم العربي. تحيا مصر، 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 تحيا مصر. أول ما انتخبوا البرلمان كان البرلمان باطل، قاموا المحاميين طعنوا على البرلمان. المحكمة الدستورية العليا دي ثالث محكمة على مستوى العالم، يعني المحكمة الفرنسية هنا تعتبر المحكمة الدستورية من أول المحاكم. كانوا بيستندوا للأحكام اللي بتصدرها المحكمة. كان عندنا مستشار اسمه عوض المر، المستشار عوض المر كانوا بياخدوا الأحكام بتاعته بيطبقوها على الأحكام هنا، يعني حاجة نفخر بيها. المحكمة الدستورية طعنا قدام المحكمة الدستورية، وطبعا البرلمان اتحل. أول قرار خدوا الخروف، عودة البرلمان المصري بقرار 11 لسنة 2012. رحنا بيتنا قدام المحكمة الدستورية العليا، محاميين مسلمين ومسيحيين مصريين، لحد الصبح حددنا الجلسة، وحكمت المحكمة الدستورية ببطلان قرار مرسي لعودة البرلمان. ومن هنا اتاخد العداوة بينه وبين الشعب المصري وبين السيدة الفاضلة الحقيقة، الست اللي بفدان رجالة زي ما بيقولوا في الصعيد، المستشارة تهاني الجبالي. تحية كبيرة خالص المستشارة تهاني الجبالي. الحقيقة الناس دول أعداء نفسهم، أعداء مش أعداء المصريين بس، أعداء مصر، وهم ليس لهم علاقة بالإسلام. دي ناس متأسلمة بالتاجر بالإسلام. ما تم بتمثيل على جثث الخمسة الشيعة اللي موتوهم في النمرس، ده يدلل انه الدور جاي على المسلمين المعتدلين اللي ما لهمش اي انتماء للاخوان المسلمين. الدور جاي على المسيحيين، الدور جاي على البهائيين، جاي على كل الدنيا. لكن بطمنكم ده مش هيحصل ابدا، لانه الحقيقه المصريين على قلب رجل واحد. الحقيقه المصريين في مصر من شهر بيشتغلوا، من شهر فعلا عاملين على انه لابد من اسقاط مرسي. بطمنكم انه كل المؤسسات اللي حاول مرسي يهدمها كلها واقفه ضد مرسي. هيكون ان شاء الله الخلاص من مرسي النهارده او بكره او بعد اسبوع او بعد شهر. المهم ان احنا عندنا النفس الطويل، مش هنسيب مرسي يستمر، احنا وراه. احنا هنفقد كل شرعيته، لانه فقد شرعيته منذ اصدر الاعلان الدستوري الدكتاتوري. ده عايز يعمل دكتاتور وهو خروف، زي ما قال الاستاذ نبيل انه هو مندوب الخرفان في الاتحاديه. مش هنسمح له تاني. مصر عظيمه، هتفضل بيكم عظيمه. اوعوا تفتكروا كل اللي بتعملوه ده، كل واحد النهارده جاي من بيته تاثيره على لصالح مصر، تأثيره لصالح اخواته واهله هناك في مصر. زي ما في ناس في مصر بتكافح، وجودكم هنا ومساعدتكم لينا هي اللي هتعمل على اسقاط مرسي. بشكركم. بس قبل ما اسيب المنصه عايزين نقول تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ارحل، 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 ارحل. ارحل. شكرا.